هو حافز إضافي، لأن في الأول وفي الأخير تنبقى أنا الأخ جمال مدربين المغاربة كنحملو يعني الصورة ديال المدرب المغربي، الاجتهاد ديالو، المكانة ديالو اللي وصلها في الوقت الراهن على الساحة الإفريقية والساحة العربية والساحة العالمية. أنا نتمنى نكونوا بجوج إن شاء الله في النهائي باش نأكدوا بالصحوة اللي كاينة ديال كرة القدم الوطنية، وبأن لا شيء يأتي من فراغ، يأتي بتخطيط. وهنا مرة واحدة أخرى غادي نفتح القوس باش نشكر جلالة الملك نصر الله على الرؤية الصائبة ديالو، على المشروع الكبير اللي كنزل من أجل تطوير كرة القدم الوطنية على جميع الأصعدة، بما فيها تكوين تنقولوا لا سوريس لو غاتو إن شاء الله الرحمن الرحيم، إلا كان المنتخب الأردني بقيادة المدرب المقتدر الأخ جمال، وحنا إن شاء الله الرحمن الرحيم في النهائي، فهذا يكون نهائي بطعم خاص كيأكد المكانة اللي وصل لها الإطار الوطني المغربي، واللي كنكرر مرة واحدة أخرى لم تأتي من فراغ، أتت من اجتهادات، أتت من تضحيات، أتت من عناء، أتت من عمل، خصوصا أتت من حب وغيرة على كرة القدم الوطنية وتطوير كرة القدم الوطنية.